ما نقول وكيل. ما نقول وكيل بس. قال الله على ما نقول وكيل. كلنا تقريبا بنتابع البرنامج الجميل الرائع دولة التلاوة اللي أظهر لنا نماذج مشرفة في تلاوة القرآن الكريم. البرنامج ده أثبت للجميع إن مدرسة التلاوة المصرية لا تزال ولادة في جميع مراحلها. شوفنا في أطفال وشباب عندهم صوت وحسن أداء وتلاوة يفوق الخيال، لكن ظهر لنا طفل كأنه من عالم آخر. الطفل ده مصاب بالتوحد لكنه يحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو للطفل ده وهو بيختبروا لجنة من العلماء وعلى رأسهم الشيخ حسن عبد النبي اللي هو بطل لجنة التحكيم في برنامج دولة التلاوة. الناس علقوا على الفيديو وقالوا ده طفل مصاب بالتوحد بيظهر قدرات استثنائية في حفظ القرآن وبيجتاز أصعب الأسئلة أمام العملاق الشيخ حسن عبد النبي. وبالفعل الشيخ حسن عبد النبي وجه له أسئلة صعبة جدا لمتشابهات في القرآن. وكيل. وكفى بالله وكيل. انت جبت ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وكان متخيل إن صعب الطفل يجاوب عليها، لكنه كان في حالة انبهار لما الطفل فاجئه بالإجابة عليها وحدد له كمان هي في سور إيه في القرآن. الشيخ حسن كان لطيف جدا مع الطفل وكان ماسك إيده، كمان الطفل كان ببراءة بيتعامل مع الشيخ وكأنه والده. الفيديو ده حاز على انتشار بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة إن الطفل ده من ذوي التوحد وعنده مهارة كبيرة في الحفظ بشكل متقن. الطفل ده مثال حي إن مفيش مستحيل وإن مصر فيها نوابغ محتاجين اللي يكتشفهم في كل المجالات ويخلينا نفخر بيهم قدام العالم كله.